السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. اهتز المغرب مساء الجمعة 8 شتنبر على وقع زلزال عنيف وصلت شدته نحو 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن خسائر مهولة في الأرواح إلى جانب انهيار عدد من المباني، وهو ما يجعله يصنف على أنه أقوى زلزال في المغرب. وتسبب الزلزال العنيف الذي ضرب معظم دواوير إقليم الحوز في وفاة خالة مدرب الوداد الرياضي وأبنائها حسب ما كشفت تقارير صحفية. ومعلوم أن عادل رمزي ينحدر من مدينة مراكش ولديه عائلة بإقليم الحوز. وتعرض المغرب خلال السنوات الماضية لسلسلة من الزلازل التي تسبب بعضها في إحداث دمار هائل وخسائر بشرية كبيرة، غير أن زلزال الحوز الأخير يعد أقوى زلزال ضرب المغرب منذ قرن. في هذا الصدد ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب كان قويا بشكل غير عادي بالنسبة لهذه المنطقة المغربية.